ناس كتير فاكرة ان مرض السكر مرض مفاجئ، كارثة لا قدر الله بتنزل على دماغنا، احنا مش عارفين هي جت منين ولا جت ازاي. صباح الخير. لا، انا جاية اقول لك النهاردة ان مرض السكر مش مرض مفاجئ. مرض السكر من النوع التاني، بيبتدي يدي لجسمك انذارات من قبل ما يجي بسنتين 3 على الاقل. ايه هي الانذارات دي؟ افهم اشارات جسمي ازاي؟ كل ده هقوله لك دلوقتي. اول انذار بيديهولك جسمك ان هو عنده استعداد ان يبتدي يكون مرض السكر موجود، اول حاجة ان انا اول ما اتغدى احس ان راسي بدأت تتقل، انا مش قادر اسمع اللي حواليا، انا لازم اغمض عيني ولو 10 دقايق. تاني حاجة، والانذارات دي بالترتيب على فكرة، يعني لو انت قاعد كده ركز معايا هتلاقيها انها بدأت تحصل بالترتيب. طول الوقت انا حاسس ان انا محتاج حاجة مسكرة، بقوم الصبح مقريف ومزاجي مقلوب، ان ما كنتش اخد حتة كيكة او باكو بسكوت مزاجي ما بيتظبطش وما بعرفش اكمل بقية اليوم. لازم بعد الغدا اخد حاجة طعمها حلو عشان اعرف اكمل يوم. تالت حاجة، مقاسات البنطلون عمالة في الطالع، كل مرة انزل اشتري بنطلون اجيب مقاس اكبر من اللي قبل منه. ليه؟ لان بدأ يتراكم دهون في منطقة البطن والارداف. الكلام ليك والكلام ليك يا ست الكل، ده مش كيرفي ومش جمال. جسمك بدأ يجمع دهون في منطقة البطن والأرداف. رابع حاجة، طب أنا وعيت إن مقاسات البنطلون عمالة تضرب، طب حاولت أعمل دايت ما بخسش، مهما أعمل رجيم ما بخسش. وهنا نبتدي أشهر جملة بسمعها مع أي حد بيعمل نظام غذائي معايا: أصل أنا يا دكتورة حرقي واطي، أصل أنا يا دكتورة جسمي ما بيحرقش، أصل أنا أي أدوية باخدها ما بتجيبش معايا نتيجة. لأ، كل ده معناه إن الجسم بدأ يعمل مقاومة أنسولين، كل ده معناه إن جسمك بدأ يصرخ ويقولك أنا داخل على سكر ارحمني. هنعمل ايه؟ هنتصرف ازاي؟ هنعمل ايه مع مقاومة الانسولين؟ كل ده هقوله بالترتيب في الفيديوهات اللي جاية. تابعني. لو مش عندك حاجة من الأعراض دي ما تنساش تبعت الفيديو لحد عنده الأعراض دي علشان تفيده، جايز تلحقه إن هو لا قدر الله ينتكس ويجيله سكر. لو عندك عرض أو 2 أو 3 اكتب لي في الكومنتات، وتابعني في الفيديوهات اللي جاية هقولك نعمل فيها ايه. سلام.